سلام عليكم، انتبهوا. موجة حر وأمطار قوية مرتقبة بعدد من مناطق المغرب. الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة يومي الاثنين والثلاثاء بعدد من أقاليم المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة أحمر أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و 49 درجة اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء بكل من الفقيه بن صالح وبني ملال وخريبكة وخنيفرة وسطات وقلعة السراغنة ووزان وتاونات ومولاي يعقوب وسيدي قاسم وشرق العرائش. كما تتوقع المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 41 درجة اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء بكل من طاطا وزاكورة وأسزاك وشرق السمارة، وكذا تسجيل درجات تتراوح ما بين 42 وراس معية وبعين درجة خلال الفترة ذاتها بكل من سيدي سليمان والخميسات ومكناس وفاس وتازة والرحامنة ومراكش وتارودانت والرشيدية. ومن المرتقب أيضا أن تشمل الظاهرة الجوية نفسها ما بين 38 و 43 درجة كلا من القنيطرة والصفر وإفران وأزيلال والحوزي وبولمان وابن سليمان وجرادة وفكيك وبداخل مناطق شفشاون والحسيمة وورزازات، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء. وأضافت المديرية أن رياحا عاصفية محلية قوية من 70 إلى 80 كم في الساعة ستهم كلا من عمالت وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة وشرق تطوان. وأشارت المديرية من جهة أخرى إلى أن زخات مطرية قوية محليا رعدية ما بين 20 و 30 سم ستهم خريبكة وأزيلال والفقيه بن صالح اليوم الاثنين ما بين الساعة 2 بعد الزوال و9 مساء. سلام عليكم.